مع محبوب الجماهير فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي ليأخذنا معه في جولة سريعة في قصر قارون. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم في ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. ونسأل الله تعالى الذي أخبرنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق إلا بوحي ولا يحكم إلا بوحي ولا يعلم ولا يعمل إلا بوحي. أخبرنا أن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار يعتق الله تعالى من النار رقابهم فلا يدخلوها ولا يمسهم شيء من حرارها ولا من عذابها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ليلة لله عتقاء من النار. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا في هذه الليلة الكريمة من عتقائه من النار، نحن ووالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا جميعا، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، من فضل الله تعالى علينا أن يسر لنا مثل هذه المجالس الطيبة. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الاجتماع الطيب. أنا أعلم يقينا أيها الإخوة والأخوات أنكم ما جئتم إلى هنا طلبا لطعام لذيذ تأكلونه أو طلبا لمال تحصلونه أو يوزع عليكم شيء من الوظائف أو الأعطيات. أعلم أنكم جئتم مع شدة الزحام والتعب وربما مع شدة الانشغال في هذه الليالي المباركات، وعدد كبير منكم مرتبط بدوام أيضا في الغد. ومع ذلك جئتم طلبا للخير وطلبا للأجر وطلبا لمجالس الذكر. فأسأل الله ألا يردكم خائبين. ونحن نتعامل والله مع رب كريم رحيم سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ويأجر العبد على عمله سواء كان صغيرا أو كبيرا. فأسأل الله ألا يردنا جميعا خائبين ولا من رحمته محرومين، وأن يشملنا الله تعالى بهذا المجلس المبارك، أن يشملنا الله تعالى جميعا برحمته ومغفرته. اجتمعنا نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله تعالى في من عنده. نسأل الله أن نكون كذلك. أيها الإخوة والأخوات، ذكر الله تعالى في كتابه عددا من قصص الأمم السابقة. سأل أبو ذر كما في مسند الإمام أحمد، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000. هؤلاء 120,000 أيها الأفاضل، ذكر الله تعالى لنا في القرآن أسماء فقط 25 نبيا منهم، ليس 25,000، لا، فقط 25 نبيا من ضمن 120,000. وهؤلاء 25 نبيا أيضا لم يذكر الله تعالى لنا قصصهم مفصلة جميعا، لا، وإنما عدد من هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن نحن نعرف أسماءهم لكننا لا نعرف قصصهم. نقرأ في القرآن اسم اليسع
من يعرف قصته؟ نقرأ في القرآن اسم ذي الكفل، من يعرف قصته؟ نقرأ في القرآن اسم الياسين، لكن ما نعرف قصته. أنبياء كرام ولهم قوم ولهم كتب أنزلت عليهم ولهم قصص وأعاجيب مع أقوامهم، لكن ربنا جل في علاه لحكمة عنده سبحانه وتعالى ذكر لنا أسماءهم ولم يفصل لنا قصصهم. وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى قصتهم مختصرة. أعطني قصة هود، تجدها في موضعين أو ثلاثة من القرآن، تقف عليها في سورة هود وفي سورة الأعراف، ثم تريد أن تعرف تفاصيل كثيرة فتجد أن الآيات ذكرت لك شيئا يسيرا مما يتعلق بعمر هود عليه السلام وحياته، كذلك ما يتعلق بقصة لوط، ما يتعلق بقصة شعيب، بقصص عدد كبير من الأنبياء. إنما هناك نبي من الأنبياء ذكر الله تعالى اسمه أكثر مما ذكر غيره من الأنبياء، وخصه الله تعالى بميزة سمي هذا النبي بها، فسمي كليم الرحمن. وهذا النبي ذكر في القرآن في 183 موضعا من القرآن، ذكر اسمه في القرآن 183 مرة، وذكرت قصته في القرآن بعضها متشابه وبعضها مختلف في 25 موضعا من القرآن. هذا النبي هو النبي الذي نعرف قصة ولادته ونعرف اسم أخيه، بقية الأنبياء ما نعرف اسماء إخوانهم إلا ما ذكر الله تعالى عن يوسف، لكن الله جل وعلا لم يذكر أسماء إخوة يوسف، إنما ذكر إخوانه فقط بهالعبارة. نعرف ما حال أمه، نعرف أخته ماذا فعلت، هذا النبي نعرف أين تربى، قصة زواج هذا النبي نعرفها أيضا. هذا النبي له أعاجيب سنقسمها بإذن الله تعالى بين هذه الليلة وبين ليلة أخرى بإذن الله جل وعلا. سيكون العبد الفقير معكم لأجل أن نقف على جانب آخر من جوانب حياة هذا النبي. هذا النبي موسى عليه السلام كان أقوامه يتنوعون في تعاملهم معه، منهم قوم آمنوا به لكنهم لما آمنوا سببوا له كثيرا من المتاعب والمشكلات. ألم ترى أنهم لما خرجوا من البحر فلما ما كادت أرجلهم تجف من البحر بعد غرق فرعون حتى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم وهم قد رأوا هلاك فرعون قبل دقائق، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لذلك لما قال واحد من اليهود لعمر رضي الله تعالى عنه، قال يا عمر لم تكادوا أن تدفنوا نبيكم حتى اختلفتم، فقال الأنصار والمهاجرون منا أمير ومنكم أمير، كأنه يقول أنتم يا المسلمين تختلفون دائما، تدفنون نبيكم ثم تختلفون، كل واحد يقول الإمارة عندنا. فقال له عمر لكنكم أنتم ما كادت أرجلكم تجف من البحر الذي غرق فيه فرعون إلا وقلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أنتم جبتم شيء أعظم مما نحن وقعنا فيه. فموسى عليه السلام له أعاجيب، وكان قومه يتنوعون في تعاملهم معه، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا ما يستشهد بموسى دون غيره من الأنبياء. ألم ترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم مرة ذهيبة بين أصحابه، جاء إليه بمال فقسمه بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، القسمة الشرعية المبنية على حكمة نبوية وعلم مأخوذ من الوحي. فلما قسمها أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال وهو يمر على ذهنه مئات الأنبياء فاختار موسى، قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. طيب ما هو يا رسول الله عيسى أيضا أوذي، ما هو إبراهيم ألقي في النار عليه السلام أوذي، ما هو شعيب يا رسول الله كاد قومه أن يرجموه أيضا أوذي،
ما هو لوط عليه السلام عانى من قومه ما عانى. لماذا يا رسول الله اخترت موسى بالذات؟ لكثرة ما كان عليه الصلاة والسلام يضرب له المثل في القرآن بموسى. لذلك تقرؤون أيها الإخوة والأخوات لما رب العالمين جل وعلا يذكر قصص الأنبياء ماذا يقول الله تعالى بعدها؟ يقول الله جل وعلا بعدها: أولئك الذين هدى الله. موسى، عيسى، لوط، شعيب، أولئك هالمجموعة الذين ذكرناهم في القرآن وذكرنا قصصهم لك يا نبينا يا محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هدى الله. طيب ليش ذكرتهم يا ربي لي؟ إيش الفائدة يا ربي من معرفتي بقصصهم؟ فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. يذكر الله تعالى في القرآن تعنت قوم موسى في البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ عمرك سمعت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة زكوا ولا صلوا؟ قالوا تمزح يا رسول الله. عمرك سمعت الصحابة يقولون ذلك؟ لا، معقول واحد يقول الله يأمركم كذا مزحا؟ فموسى عليه السلام لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا؟ تمزح؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. معقول أمزح في الشرع؟ أنتم مجانين. أقول الله أمر بكذا أمزح؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلم ينفذوا، بدأوا يقولون قالوا يا موسى ادع لنا ربك. ما قالوا ربنا، ربك. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. ما ندري أي بقرة تقصد. هذا التعنت الذي يفعله اليهود ليس تعنتا لحبهم لاتباع أمر الله تعالى تحديدا، لا، إنما هو هكذا تعنت لأجل أن يتأخروا في تنفيذ الأمر. يطعمهم المن والسلوى فيقولون ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. كيف؟ وش تبغون ما تنبت الأرض؟ تبغون رمان؟ تبغون يعني مانجا؟ تبغون طعام حسن؟ لا، من بقلها وثومها وبصلها وعدسها. الحين الله تعالى يعطيكم المن والسلوى تقولون أعطنا ثوم وبصل، فإذا به يقول اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فلا يهبطونها ويقولون لا نبغى الطعام يأتي إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلما رأى شيئا من قومه تذكر أحوال الأنبياء السابقين. لذلك لما جاء هالرجل يتعنت ويقول اعدل بكل جرأة فإنك لم تعدل، تذكر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة حال قوم موسى وقال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وفي موطن آخر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يحاول أن يتمثل قصص الأنبياء. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو راجع من سفر أو كان في أطراف المدينة، ونزل على رجل أعرابي، نزل وأكل عنده. الأعرابي وضع للنبي صلى الله عليه وسلم من القرى ما يوضع للضيف. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي إذا جئت المدينة فأتنا، إذا جئت المدينة تفضل عندنا. وهذا الأعرابي لما يكرم النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ما يكرم رجلا عاديا، يعلم أنه يكرم نبيا ملكا على قومه تحت يده ما يغنم من غنائم ومن أموال، وبالتالي هو يعطي النبي عليه الصلاة والسلام رجاء ما يحصل أيضا من أجر ومن فائدة تأتي. فلم تمضي أيام حتى جاء ذلك الأعرابي ونزل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه، ثم قال له سلني. كعادة العظماء والملوك والرؤساء إذا أكرموا أحدا وكذا يعطونه هدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني احنا بنعطيك هدية لكن ما ندري ما يناسبك، سلني. واحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، مفروض يغتنم هذه الفرصة ويقول ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، أو ادعو الله أن يغفر لي، كما قال ربيعة بن كعب الأسلمي وهو غلام عمره 13 سنة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، جاء يوضأ النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه الماء، فقال له عليه الصلاة والسلام سلني،
قال أسألك مرافقتك في الجنة. شوف السؤال اللي يستحق أن يسأل صاحبه يقال له سلني. هذا الرجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني، قال أسألك دابة أركبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه دابة. سلني كأنه يقول ما يكفي أعطيك، قل الجنة، قل نجاة، سلني. فقال وجارية تخدم أهلي. أعطوه جارية أمه مملوكة أعطوها له تخدمهم. سلني، قال وكلبا يحرس غنمي. فدفعوا إليه كلبا ثم سكت الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل. شوف على طول موسى جاء في باله، أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل. قال الصحابة يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ غريب، أول مرة نسمع عجوز بني إسرائيل. يا رسول الله إيش قصة عجوز بني إسرائيل؟ وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن موسى، مباشرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لموسى عليه السلام أكثر من ذكره لغيره من الأنبياء. وأدخل الآن في أي برنامج يتكلم عن كتب السنة أدخل اسم موسى عليه السلام لتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستشهد بموسى صلوات ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام في قصة عجوز بني إسرائيل، قال إن موسى لما أراد أن يرتحل بقومه، أراد يرتحل بهم من مكان إلى موضع آخر، قال له قومه إن يوسف، يعني النبي الذي قبلك، قد أخذ علينا العهد والميثاق ألا نرتحل إلا أن نأخذه معنا، يعني نخرج من قبره ونأخذه معنا. ويوسف أيها الأفاضل كما تعلمون هو النبي الذي كان قبل موسى، كما في سورة غافر لما قال وقال رجل من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ثم قال بعد ذلك ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فموسى عليه السلام كان قبله يوسف إلى القوم أنفسهم، فهذا واقع. يعني يوسف كان في مصر يدعو أهلها، ثم أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وفي مصر. فقال موسى عليه السلام لما قالوا إن يوسف أمرنا أن نأخذه معنا، قال لهم فأين يوسف؟ أين قبر يوسف؟ قالوا ما ندري. طيب كيف يعني ما نرتحل؟ قالوا لا يعرفه منا إلا عجوز منا. نادوا العجوز، فأقبلت العجوز التي من بني إسرائيل. قال لها موسى عليه السلام أين قبر يوسف؟ قالت لن أخبرك عنه حتى تعطيني سؤلي، أنا عندي شرط أريده، حتى تعطيني سؤلي. قال لها وما سؤلك؟ يعني أنا بعطيك لكن إيش الطلب الذي تريدينه؟ وما سؤلك؟ فقالت مرافقتك في الجنة. فلما قالت مرافقتك في الجنة كأن الأمر عظم عند موسى، يعني قال في نفسه يعني مجرد أن تدلين على موضع وترافقين الأنبياء في الجنة، والناس يبذلون أرواحهم وأنفسهم وأموالهم لدخول الجنة، وأنت مجرد معلومة تاريخية حفظتيها عن أجدادك وتكونين رفيقة الأنبياء في الجنة. فكأن موسى عليه السلام تعاظم سؤلها، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، فقال لك ذلك. شوف الهمة العالية، قال لك ذلك. فدلتهم على مستنقع ماء وقالت انزحوا الماء منها هنا، فأقبلوا ونزحوا الماء من هذا الموضع. قالت احفروا في هذا الموضع، فحفروا فأخرجوا يوسف عليه السلام ونقلوه معهم إلى الموضع الآخر. والحديث رواه الطبراني في معجمه وهو حديث صحيح، صحه الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم. فالمقصود من هذا أيها الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر قصص موسى، وربنا جل وعلا في القرآن لم يذكر فقط قصة موسى، لا، بل ذكر الله تعالى في القرآن قصص بعض المعاصرين لموسى، ولو لم يكن والله فيها عبرة لما ذكرها الله تعالى في القرآن. الله جل وعلا يقول لقد كان
في قصصهم، في قصة يوسف وموسى وقارون وفرعون وغيرهم ممن ذكر الله تعالى قصصهم، لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. ويقول الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام فاقصص القصص، ليش يا ربي؟ لعلهم يتفكرون. اذكر قصة زكريا وهو يدعو الله في شدة العقم حتى يتفكر من لم يرزق بأولاد ويفعلون مثل زكريا. اذكر قصة لوط مع قومه اللي يتعلقون بالشذوذ والشهوة حتى يتفكر من كان يتعلق بالشذوذ والشهوة كيف يتعامل الله تعالى مع أصحاب هذه المعصية. اقصص القصص لعلهم يتفكرون. ويقول الله جل وعلا وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ويقول جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. اللي يعرض عن الذكر عن القرآن ويعرض عن التفكر فيه وعن العمل بما فيه وعن الإيمان به يحمل يوم القيامة وزرا، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن. تعالوا أيها الإخوة خلال 30 دقيقة التي بقيت معنا نتكلم في قصة رجل عاش في عصر موسى عليه السلام. هذا الرجل كان تاجرا. ما سبب تجارته؟ هل كان فعلا عنده حركات كيماوية فيقلب الحديد ذهبا كما ذكر بعضهم؟ كيف كان قومه ينظرون إليه؟ كيف كان هو يتعامل مع قومه لما كثر ماله؟ ما هي كانت نهايته؟ لماذا قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض؟ طيب الدار إيش ذنبها؟ لماذا خسف الله تعالى بالدار معه؟ لماذا لم يخسف به وحده؟ وما هي العبرة المترتبة على قول الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير؟ لماذا ما قال وقال الذين آمنوا؟ لماذا قال الذين أوتوا العلم؟ أي علم يعني الله تعالى هنا؟ تعالوا أيها الأحبة نسبح خلال هالآيات في كتاب الله جل وعلا ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينزلها على قلوبنا نزول الغيث على الأرض الجرداء، وأن يغيثنا الله تعالى بكتابه وآياته، وأن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتفكرون فيه. يقول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى. هذه أول معلومة، أن قارون ليس من قوم عيسى ولا شعيب ولا إبراهيم ولا لوط، لا، ربنا يتكلم عن رجل من قوم موسى، إذن هو من بني إسرائيل. وبالمناسبة كلمة إسرائيل معناها عبد الله، إيل معناها الله، مثل لما تقول ميكائيل، جبرائيل، إسرائيل، إسرافيل، كلها إيل معناها الله. فميكائيل جبرائيل يعني محب الله، خادم الله، عبد الله، هكذا. وإسرائيل أصلا الذي اسمه إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام لما هاجر من فلسطين إلى مصر كما تعلمون، لما يوسف عليه السلام أصبح في مصر وزير مالية صح التعبير، وهو المسؤول عن توزيع الأرزاق، فجاء قومه، جاء أبو يوسف عليه السلام ومعه الأسباط 11 أولاده، ومعه أيضا غيرهم من بناته ونسائه، ورزق هؤلاء جميعا بأولاد في مصر. ثم مرت السنين فتكاثروا، فصار موسى عليه السلام من نسل يوسف، لأن كل الأنبياء تناسلوا من نبي واحد وهو إسحاق. إبراهيم عليه السلام عنده ولدان، عنده إسماعيل الكبير وإسحاق اللي أصغر منه. فإسحاق هو أبو يعقوب، ثم يعقوب أبو يوسف، ثم يوسف تناسل من ورائه الأنبياء حتى وصلوا إلى موسى ثم عيسى ثم توقف. أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من نسل إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل لم يكن من نسله أنبياء إلا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فلما نقول بنو إسرائيل كأننا نقول بنو يعقوب، فهذا كان من بني إسرائيل. إن قارون كان من قوم موسى
طيب إيش ذنبه يا ربي؟ فبغى عليهم. بغى عليهم لكثرة ماله، ويقولون إن الغنى ملازم للطغيان إلا من أنجاه الله تعالى، مثل ما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يا ربي يطغى؟ أن رآه استغنى. وتجد فعلا بعض الناس متى يزداد غيا وطغيانا وظلما للناس وجرأة على أكل حقوقهم إذا كثر ماله وارتفع عزه وشرفه بينهم فبغى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بابان، فيما رواه الترمذي: بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا. ما هما يا رسول الله؟ قال: البغي والعقوق. البغي وهو الظلم، والعقوق يعني عقوق الرحم، سواء عقوق الوالد أو الوالدة أو عقوق الرحم عموما. قال: البغي والعقوق. والباغي هو الذي تعجل له عقوباته. ذكروا أن هارون الرشيد لما سجن يحيى البرمكي في نكبة البرامكة المعروفة في التاريخ، تعرفون أنه في التاريخ أسرار، من ضمن أسرار التاريخ ما يسمى بنكبة البرامكة. هارون الرشيد كان صاحب للبرامكة، وذكروا أن هارون الرشيد البرامكة هم أهله من الرضاعة. أصلا يحيى البرمكي اللي هو شيخ البرامكة الشايب حقهم هو أبو هارون الرشيد من الرضاعة. والفضل ابن يحيى البرمكي وخالد بن يحيى البرمكي كلهم يعتبرون إخوانا لهارون الرشيد من الرضاعة، إخوان الخليفة. استيقظ يوما هارون الرشيد وأمر بجمع البرامكة وقتلهم، وفيما هو معروف في التاريخ بنكبة البرامكة. وسجن يحيى البرمكي وولده خالد. ويقولون إن هارون الرشيد سئل، قيل له: لما فعلت بالمرامكة ما فعلت؟ فقال: والله لو أعلم أن يدي هذه تعرف لقطعتها. من شدة حرصه على كتمان السبب إلى الآن ما يعرف. ذكر أشياء طبعا من ضمن يعني ما يعرف من ضمن ما يذكر في التاريخ، لكن لا أريد أن أضيع وقت المحاضرة فيه، لكن ذكر أسباب. الشاهد أن يحيى البرمكي لما نكب وألقي في السجن وقتل ابنه الفضل وذهب بماله وشرد أولاده وجلس هو وابنه خالد في السجن، وكان السجان يمنع عنهم الحطب زيادة في تعذيبهما بشدة البرد، ويعني وجد من الشدة والعنت ما لم يتعود عليه أبدا، نكبة. فقال خالد يوما لأبيه: يا أبتي، ما ترى السبب فيما وقع علينا؟ احنا ما سوينا شيء لهارون، ليش يا ربي استيقظ في الصبح وعمل هالعملة هذه؟ فقال له أبوه: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل، نمنا عنها ولم ينم الله عنها. نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، وعند الله تجتمع الخصوم. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالحسنات والسيئات. كم من عين باتت باكية ويد ارتفعت شاكية من مظلوم مقهور، والظالم نايم ولا يضحك ولا يدري إن فيه ناس يهزون أبواب السماء بأنواع الدعاء عليه، ما يدري. بغى وللبغي سهام تنتظر. البغي سهام تطلق عليك، تطلق على الباغي، ينتظر أن تصيبه في أي لحظة. يمكن هالسهم هذا ما يصيبه والثاني ما يصيبه، لكنه يصيبه سهم منها. وأحيانا ربما يكون بعض المصائب التي نزلت عليك بسبب دعوة من مظلوم أنت ما تدري عنها. ربما يمرض ولدك وتتعب وتنفق من مالك وتعيش هم وغم ولا تدري أنها دعوة مظلوم عليك. ربما واحد يأتي ويتسلف منك مال 10,000 20,000 100,000 مليون، يقول لك أرده لك بعد كذا، ثم لا يرده وتتعب ومطالبات،
وهي دعوة مظلوم ربما منعته 100 درهم ولا 200 درهم، صارت بليل غفلت عنها ولم يغفل الله عنها. ربما يبتلى الإنسان في وظيفته، ولا يبتلى في جسده، ولا يبتلى بشيء وهو ما يدري، لكن بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا: البغي والعقوق. البغي والعقوق. يقول الله تعالى في الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وجد مرض الموت قام عليه الصلاة والسلام وقد عصب رأسه بعصابة من شدة الحمى، ورقى على المنبر كما في صحيح مسلم، ولم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يقف من شدة الجهد. وكان عليه الصلاة والسلام عنده حمى شديدة، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو مريض وعليه لحافان، فوضع يده من فوق اللحافان فشعر بحرارة الجسد من شدة الحمى. رقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر، ترك الفراش والراحة ورقى المنبر وأمر بلالا ودعا الناس. تتوقعون دعاهم لأجل إيش وهو ما بقي له عليه الصلاة والسلام على وفاته إلا أيام ربما ساعات؟ وقف عليه الصلاة والسلام وقال، ما وقف بل جلس، لم يستطع أن يقف فجلس. لذلك الصحابي اللي روى يقول: ورأيته جالسا على المنبر، وقال: أيها الناس إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم، ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. ثم جعل يلتفت بعينين متعبتين مريضتين إلى الناس، فما رأى أحدا قام، فقال: بأبي هو وأمي ولا يخشى الشحناء. لا حد يخاف أني أزعل إذا قام وقال: أنت ضربتني بغير حق أضربك مثل ما ضربتني، ولا أنت شتمتني يوم بقوم أشتمك مثل ما. لا يخشى الشحناء، فإنها ليست من شأني، أنا ما أحقد على أحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو حللني، ما دام ما في أحد بيقوم يقول أنت ظلمتني، طيب أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس. ثم نزل عليه الصلاة والسلام. فيدلك هذا على أنه صلوات ربي وسلامه عليه لما يحذر من البغي وظلم الناس، أكل حقوقهم أو البغي عليهم. وآتيناه من الكنوز، ما وصف الله تعالى حجم الكنوز، لا، وصف حجم المفاتيح التي تفتح بها هذه الكنوز. الكنوز حجمها عظيم، فوصف الله تعالى المفاتيح لتستدل بها على حجم الكنوز، فقال جل وعلا: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تنوء يعني تتعب العصبة، العصبة هو العدد ما بين 3 إلى 9 وهم أولي قوة. إذ قال له قومه لا تفرح، يعني لا تفرح بهذا المال فرحا يدعوك إلى الطغيان. مثل لما ترى واحد مثلا جاء خبر قالوا ترى أنت يا فلان ربحت في الأرض الفلانية اللي أنت شريتها ب100,000، ربحت صارت 5 ملايين، ففرح وقال خلاص أجل أقيم حفلة ونادوا المغني الفلاني ونادوا الراقصة الفلانية. يقول له قومه الناصحون: لا تفرح، لا تفرح الفرح المؤدي إلى الطغيان، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح محبوب في الإسلام، لكن الفرح الذي يدعوك إلى فعل المعصية، واحد أولاده فرضا
نجحوا فرح، قال خلاص اليوم أذهب بكم إلى السينما وتنظرون إلى كذا وكذا. لا، إن الله لا يحب الفرحين. أو فرح وقال خلاص اليوم يا شباب تشربون كذا وكذا، يقول لأصحابه على حسابي، ولا تسافرون البلد الفلاني لتفعلوا كذا وكذا على حسابي. لا، إن الله لا يحب الفرحين. اللي يستعمل الفرح يقوده الفرح إلى معصية، لا، إن الله لا يحب الفرحين. ثم بين له قومه الناصحون كيف يتعامل مع المال، فقالوا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. ليش أحسن؟ ما هي فلوسي؟ لا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا توجيه رباني في كيفية التعامل مع المال. أول شيء أنا عندي فلوس، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كيف يعني كل فلوس يتصدق بها؟ لا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال يا رسول الله إني أريد أن أتصدق بمالي، قال له عليه الصلاة والسلام لا يا سعد. قال فبنصفه؟ قال لا. قال فبثلثه؟ قال فالثلث والثلث كثير. عمرك رأيت واحد يحاول أن يتصدق بمال وعند شخص آخر يقول له لا لا تتصدق؟ لا، والذي يقول له لا تتصدق هو أصلح الناس وأحرصهم. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده التوازن. لما يأتي عمر ويقول يا رسول الله هذا صدقة، قال ماذا تركت لأهلك؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش علينا في أهلك احنا محتاجين، لا، في توازن في التعامل مع المال. قال عليه الصلاة والسلام لسعد يا سعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. شوف يا أخي التعامل مع المال يكون بأي طريقة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المال. فهنا يقول له قومه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا أولا. اثنين، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ابن بيت حسن واركب سيارة زينة وتزوج امرأة حسناء وابن لعيالك بيوت وعيش حياتك وروح تمشى وكل من الطيبات واشرب من الطيبات والبس أحسن اللباس. إيش المانع؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلو البارد من الشراب، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس لباسا حسنا، وكان صلوات ربي وسلامه عليه لما أقبل إليه رجل رث الهيئة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول سؤال قال له هل عندك مال؟ قال نعم. قال فما المال؟ قال من كل المال، من الإبل والغنم والبقر. فقال عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليرى أثره عليه. يا أخي البس لبس زين، خلنا ندري أن عندك فلوس. ليس الإسلام دين رهبانية ما تستمتع، لا، استمتع بحياتك ما عندك مشكلة، لكن في ضوابط. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كيف يعني أصير زاهد وفلوسي كلها أحطها في مساجد؟ لا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم قالوا له وأحسن، وترى إحسانك هذا تسديد فواتير لرب العالمين، لأن الله هو اللي عطاك أصلا. وأحسن كما أحسن الله إليك. ثم قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض. ليش؟ إن الله لا يحب المفسدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله كلنا أموالنا أحب إلينا من أموال وارثينا. قال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. والإنسان بنفقته في الخير يبارك له فيه. يا إخواني وأخواتي، من أعظم نفقة من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة وهو رفيق في الجنة، وقام عبد الرحمن واشترى البئر ليطعم منه الناس. عبد الرحمن بن عوف كان صاحب صدقات وصاحب بذل وخير، ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف لما مات ورثت كل زوجة من زوجاته 4,000 ألف، يعني 4 ملايين درهم. عندها 4 زوجات وكل زوجة ورثت 4 ملايين، بمعنى أن الثمن 16 مليون ثمن ماله. حتى تقدر ماله اضرب 16 في 8 يطلع قريب من أكثر من 100 مليون. هذا أمواله اللي تركها ما بين أراضي ومزارع. ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف من ال10 المبشرين بالجنة. ليش؟ لأنه يتعامل مع قاعدة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثم قال الله وهو خير الرازقين. اللي يرزقك ما
صاحب البقالة ولا صاحب الشركة اللي تكتب معاه عقد، ولا صاحب مكتب العقار اللي تشتري منه الأرض، ولا صاحب الشركة اللي تقدم ويوظفك، ولا صاحب البضاعة اللي يأتيها لك من الخارج. لا، اللي يرزقك خير الرازقين رب العالمين. فالتوازن هنا مطلوب. هنا يقول لقومه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وبعض الناس الذين عندهم أموال في الحقيقة يبغون الفساد في الأرض مع الأسف. يعني بدل ما يفسد هو بنفسه، هو الحالة يشرب خمر، هو لوحده يقع في فاحشة، لا، يروح يفتح مكان لشرب الخمر. طيب اشرب لحالك، ليش تبغي الفساد في الأرض؟ يذهب ويفتح بيوتا للدعارة. طيب أنت لحالك تريد تقع في الفاحشة، قع فيها والله يحاسبك، ليش تفتح للناس أن يقعوا فيها؟ يذهب ينشئ مجلة فاسدة. طيب تبغى تنظر مجلات، انشئ لنفسك. يذهب ينشئ قناة فضائية فاسدة تفسد أخلاق الناس ودينهم وتحارب الفضيلة. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قارون ما تقبل النصيحة، لا، قال إنما أوتيته على علم عندي. أنا أفكر، أنا أعرف كيف أبيع واشتري، أنا أعرف كيف أطلع الفلوس. ما قال إي والله هذا رزق من الله صدقت اللهم ارزقنا وبارك لنا، لا، قال إنما أوتيته على علم عندي. هنا لم ينقل الله تعالى لنا كيف رد عليه قومه، لا، تولى الله تعالى بنفسه الرد عليه. إيش قال الله؟ قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ثم قال الله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما يحتاج نقول للمجرم: أنت زنيت، أنت شربت خمرا، أنت أكلت حقوق فلان، أنت منعت الزكاة، أنت منعت الصدقة، أنت ما رحمت الضعفاء. لا، ما يحتاج نسألهم، كل شيء مستطر. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم ذكر الله تعالى حالة من حالات قارون فقال جل وعلا: فخرج على قومه في زينته. قالوا خرج على خيول سرجها، سرج الخيل ولجامها من ذهب ومرصعة بالذهب، ويلبس التاج بالذهب ويلبس الحلل هو وقومه الذين معه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله تعالى ثوب مذلة يوم القيامة. اللي بيلبس شيء حتى الناس يقولون انظر إلى فلان، هذا يلبس لبس مذلة يوم القيامة. فهنا هو خرج على قومه في زينته، رآه الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم إذا رآه طارت عينه فيه وبدأ يقول: يا ليت عندي مثله، يا ليت عندي مثله، حتى لو أنه عاصي يا ليت عندي مثله. وناس يقولون: لا والله الحمد لله اللي الله فكنا من المعصية التي نحصل بها على هذا المال. بعض الناس الآن ربما يمر على مسجد ويقول: يا أخي يا ليت عندي فلوس والله لا أبني مثل هذا المسجد. هذا شريك في الأجر لمن بنى المسجد وإن لم يبني مسجدا. وسأذكر لكم أيها الأفاضل الدليل بعد قليل. ومن الناس ربما من يمر على شخص عنده احتفال عظيم، ولا يرى صوره في النت عنده طائرة ومعه مثلا، ولا مصور مع الراقصة فلانة ولا المغنية فلانة، بعدين يقول: يا ليت عندي فلوس أفعل مثله. لكن يمر على المسجد ولا يتحرك قلبه أن يشتاق إلى المال ليبني مسجدا، لا، لكن إذا رأى من يعصي اشتاقت نفسه إلى المال ليفعل مثله، فهما في الوزر سواء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وهو حديث صحيح، يقول: إنما الدنيا ل4 نفر. وهذا حاصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مقسمة على 4 أشخاص: رجل آتاه الله مالا وعلما، علم يعني دين وإيمان وخشية. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في هلكته في الحق. واحد عنده ملايين، قال: والله المسجد الفلاني يا أخي يحتاج إلى فرش جديد، والله الفرش تقطع وفيه رائحة سيئة. قال: تفضلوا. كم يكلف؟ قالوا 150,000. هذه 150 افرشوا المسجد. قالوا له بكرة والله يا أخي، أو هو ربما وقف سيارته وصلى في مسجد وحس بحر،
قال للإمام يا أخي مسجدكم حر. قال يا أخي عندنا مكيفين خربانات تكلف لها 10,000. قال تفضل اشتروا مكيفات. هذا آتاه الله مالا وآتاه دين وحرص على الخير. آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في أبواب الخير، وينفق أيضا على نفسه، يركب سيارة حسنة ويسكن بيت واسع ويأكل طعام حسن ويسافر ويروح ويجي، لكن ما يصرف في أمور من المحرمات. هذا الأول. الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت به مثله. يقول يا ليت عندي مثل فلوس فلان، والله لا أبني مسجد بإذن الله مثل هالمسجد. أو إذا يوم من الأيام صلى في مسجد ولقى فرش جديد فسأل اللي جنبه قال ما شاء الله فرشت المسجد؟ قال لي والله الله يجزيه خير فلان، والله صلى معنا قبل أسبوع ولما رأى الفرش غير جيد أعطانا 150,000 وغيرنا الفرش. فيقول هذا في نفسه الله يرزقنا فلوس نفعل مثله. يقول عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. فهما في الأجر سواء. النية تبلغ مبلغ العمل. يعني كأن ربنا يقول لهذا احنا ما أعطيناك فلوس، لكن ما دام نيتك صالحة وأنت صادق لو جاءك المال ستفعل به مثل هذا، أنتم سوا في الأجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام الثالث ورجل، احفظوها ترى بسألكم بعد المحاضرة ومعي بعض كتبي بوزعها اللي يجاوبون ركزوا. قال الثالث ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ما عنده دين وخشية، فهو ينفقه في الحرام. يعني يوم من الأيام ما تدري إلا والله فتح له مكان محرم ولا فتح كذا، ولا ربما أعجب بالمغنية الفلانية وقام وأهداها طيارة خاصة، ولا أهداها سيارة ب1,000,000، ولا أعطاها عقد ألماس ب1,000,000 $، ولا نسمع في الجرائد وأحيانا في مواقع النت مثل هذه الأشياء. آتاه الله مالا لكن ما عنده يعني خشية وخوف وتعظيم لله. وأعرف والله شخصا ينفق في أبواب من ما أقول من الباطل، لكن أبواب لا يستحق أن ينفق فيها. ويعني مثلا ينفق مثلا في رياضة، ولا ينفق في تبرع للنادي الفلاني بمدري كم مليون فذهب إليه أحد الأخوة يريد تبرعا في بناء مسجد، أعرفه شخصيا. فلما جاءه يبحث لأجل أن يبغاه عندهم مسجد موقف يحتاج له يعني على الأقل 500,000 كذا لأجل إكمال المسجد، وقف المسجد. يقول فكلمته ووريته الأوراق وصور المسجد وقلت لا تعطيني إياها، تحول إلى المقاول مباشرة لبناء المسجد. يقول واقتنع الرجل تماما أني صادق وليس عنده أدنى شك. فقال إن شاء الله يا فلان عطنا دفتر الشيكات. يقول توقعت على الأقل 100,000، ما فيها كلام. هذا يا شيخ لما تنتهي المباراة الفلانية وهم فايزين يعطي كل لاعب 200-300,000 وأحيانا سيارات. أكيد أنه بيعطيني شيء يعني يسوى. يقول وأعطاني شيك، أنا والله ما نظرت، أخذت الشيك جزاك الله خير بيض الله وجهك وطلعت. يقول فلما فتحته فإذا هو 5,000 ريال. 5,000 ريال، يا ليته مسح بها عفن بخله بدل أن يعطيني إياها لبيت الله. 5,000 وانت المباراة الأخيرة موزع عليهم على سيارات على 180,000. 5,000. هذا عدم توفيق إلى الخير سبحان الله. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ما عنده حرص وديانه وتقوى، فهو ينفق في أمور من شهواته. الرابع قال ورجل لم يؤته الله لا مال ولا علم. هذا المسكين هذا مثل فقير اليهود اللي لا حصل لا في الدنيا ولا في الآخرة. مثل ما قال ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. هذا لا أتاه الله لا علم ولا مال، فهو يقول يا ليت أن لي مثل مال فلان الفاسق، يعني لأفعل مثله. يقرأ يدخل مثلا الانترنت ويشوف صورة فلان ذاك التاجر مع مغنية وهو ضامها، بعدين يقول يا ليت عندي فلوسه يا أخي أصور معها. ويفتح صفحة ثانية ويرى فلانا يفتتحون مسجد جديد فلا يقول
يا ليت عندي فلوس فلان أبني هالمسجد، لا، قلبه لا يتحرك لهذا. يقول لم يؤته الله مالا ولا علما، قال فهما في الوزر سواء. قارون قومه انقسموا إلى هذا الانقسام. يقول الله تعالى فخرج على قومه في زينته. طيب رآه الناس، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، عشان نركب خيل عليها سرج من ذهب وعليها يعني ما عليها من لجم من ذهب، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. القسم الآخر وقال الذين أوتوا العلم، اللي عندهم دين وخشية، ويلكم لا تقولون هالكلام، لا تتمنوا المال عشان تفعلون مثل قارون، لا تتمنوا المال حتى تظلموا الناس، لا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال الله ولا يلقاها إلا الصابرون، ما يلقاها العقيدة إلا الصابرون. طيب فرعون مشى في أبهته ودخل إلى داره وهو في ضلاله وفجوره. قال الله فخسفنا به لوحده، لا، لأنه موجود وعنده حاشية تعينه على هذا الضلال والفجور. هو موجود وعنده حاشية تعينه على الضلال والفجور. عنده حاشية عمرهم ما قالوا له لا والله لا تأخذ الأرض الفلانية، ترى حرام يا أخي، والله مسكين صاحبها، لا يقولون لا حقك يا طويل العمر، لا 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 فعلا أوراقه ما هي بثاب، لا 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 أنت أحسن واحد في العالم، لا لا حقك، لا لا والله يا طويل العمر. قال لهم والله يا أخي ماشي يا أخي الخمر أتعبنا. قالوا لا الخمر يا رجال أنت ما كفرت بالله، عادي يعني، بعدين الخمر هذا الناس يشربونه، استغفر بس يا طويل العمر واسع صدرك وانت في شبابك ويمديك تتوب ويمديك كذا. بعدين قال لهم يا أخي والله يا أخي الواحد استغفر الله يعني وده يتوب من هالعلاقة المحرمة مع هالمرأة. قالوا لا يا طويل العمر أنت غيرك يعبدون أصنام وغيرك أعوذ بالله، طال عمرك هذه شهوات بس إن شاء الله وانك على خير وانك. تخيل يقولون أن المعتصم لما أراد أن يفعل ما يفعل بالإمام أحمد من ضربه وتنكيله خاف. قالوا فأقبل إليه 100 من أهل العلم اللي عندهم شهوات بينهم وبينه، اللي يعني يبغون بالفتوى يأخذ كذا ولا كذا. يقولون فأقبل إليه 100 فأقسموا له بالله أن الحاكم ليس عليه يوم القيامة ثواب ولا عقاب، يعني يدخل الجنة بغير حساب. وقالوا له إن معاصي الحكام كالجبال لكن أجرهم عند الله كالليل. يقولون فأقبل على ما أقبل عليه. قارون كان عنده ناس من هالنوع يسمعونه النغمة التي يريد ويقولون له الكلام الذي يشتهي، لا ينكرون عليه منكرا ولا يرفعون عنه ظلما ولا يدافعون عنده عن مظلوم ولا يتكلمون بحق. عنده قوم كما قال الله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. لذلك خسف الله بقارون وبجماعته اللي معه، ولا ربك لا يظلم أحدا. فخسفنا به لوحده، لا، وبداره الأرض. طيب وين قومه ونصرته وحاشيته؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طيب وين الناس اللي كانوا يقولون يا ليت عندنا مثل اللي عند قارون؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون الآن آمنوا، يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله تعالى، شوف رب العالمين يحكي لنا القصة بعدين يذكر قاعدة. لما انتهت قصة قارون وطويت الصفحة قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها
لمن تجعلها يا ربي؟ تجعلها للي ما استمتعوا بالدنيا؟ لا، حتى ناس مستمتعين بالدنيا ولهم في الآخرة أعلى الدرجات. إذن تجعلها لمن يا ربي؟ للي كانوا مرضى في الدنيا؟ لا، في ناس عافية وصحة وفي أعلى الدرجات. إذن تجعلها لمن يا ربي؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما قال نجعلها للضعفاء والمساكين والفقراء، لا، أغنياء وعلى خير وعندهم فلوس ومستمتعين ويدخلون الجنة مع المتقين الأبرار والشهداء الأطهار، لكن ما عندهم كبر وفساد. نجعلها، هذا عبد الرحمن بن عوف يموت يورث 100 مليون وهم العشرة مبشرين بالجنة. قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم قال الله والعاقبة للمتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي كتابه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهدي كتابه. أسأل الله أن ينفعنا بهدي كتابه. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا مشفعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يؤمنون بمحكمه، ممن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإني أسألك للمسلمين في كل مكان أن تصلح أحوالهم. اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان يا رب. أصلح أحوالهم في سوريا، اللهم احقن دماءهم يا رب. احقن دماءهم يا رب. احقن دماءهم وتقبل شهداءهم. اللهم أنزل عليهم أمنا من عندك. اللهم أنزل عليهم أمنا من عندك. اللهم ولإخواننا في ليبيا يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم أمنا من عندك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولإخواننا في الصومال، اللهم سد جوعتهم. اللهم سد جوعتهم. اللهم سد جوعتهم واشف مريضهم. اللهم واشف مريضهم ويسر وصول الصدقات إليهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنك أرحم الراحمين فارحمهم. اللهم إنك أرحم الراحمين فارحمهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم بكاء الصغير. اللهم ارحم بكاء الصغار. اللهم ارحم بكاء الصغار. اللهم ارحم الآباء والأمهات. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم تولى أمرهم. اللهم ارحم ضعفهم يا رب. تولى أمرهم يا من هو رزاق عظيم كريم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في تونس وفي مصر وفي اليمن أن تجمع شملهم وأن توحد كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك للإمارات عامة ولدبي خاصة أن تنزل عليها الأمن والإيمان. اللهم احمهم جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم مع ولاتهم على طاعتك. اللهم اجمع كلمتهم مع ولاتهم على طاعتك. اللهم اجمع كلمتهم مع ولاتهم على طاعتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلهم من أهل الخير والصلاح ومن ناصري الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. هذا وأسأل الله جل وعلا أيضا أن يجزي الإخوة الكرام الفضلاء الذين يقومون على هذا النشاط خير الجزاء، وأن يجزي أيضا الإخوة الكرام الرعاة الذين قاموا بدعم مثل هذا المشروع وتأييده والوقوف معه. أسأل الله أن لا يحرمهم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. ولما وصلوا واستقروا في تبوك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أصحابه، ثم تذكر كعب بن مالك فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل كعب بن مالك؟ ما فعل؟ وين كعب بن مالك؟ قالوا يا رسول، فقال واحد من الجالسين قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. يعني يريد أن يجلس لابس الثياب الحسنة، ليس مثلنا يطلع في حر وفي سفر وفي جهد، والنظر في عطفيه يعني متكبر يمشي وينظر في كتفيه، ما يريد أن يخرج معنا. فقال له بعض الصحابة، معاذ قال له: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، والله أكيد في عذر، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. مضت الأيام ثقيلة على كعب بن مالك وهو في المدينة، يترقب متى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك نازلا 3 أشهر.
غير فترة الطريق وغير فترة الرجوع. فلما سمع كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قفل راجعا إليهم إلى المدينة يقول حضرني ما قرب وما بعد وأخذت أستشير كل ذي رأي من أهلي كيف أخرج من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سألني قال لي أنت ليش غبت عن الجهاد، ليش غبت عن القتال، ماذا أقول له؟ كيف أخرج من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وجعل الناس الذين تخلفوا يأتون إليه، وأكثرهم ممن وصفهم كعب إما معذور أو ممن مغموصا في النفاق. وأقبل أقوام أصلا ما لهم عذر، ليسوا مرضى ولا عندهم إعاقة، وأقبلوا يكذبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يقول يا رسول الله معليش أنا كنت بأخرج معك لكني كنت مريضا وماتت زوجتي أو مات ولدي أو راحلتي صار لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، يقول الله يغفر لك ويتجاوز عنك ويعفو عنك، والله أعلم بسريرتك أنت صادق ولا كاذب، أنا سامحتك لكن الله أعلم بحالك أنت صادق ولا كاذب. يقول أقبلت أنا أمشي، قال فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلي ثم تبسم تبسما مغضب، قال فأقبلت إليه قلت السلام عليك، قال اجلس، قال فجلست، قال ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أنت ما كنت شريت الناقة، ليش تخلفت، ليش ما طلعت معنا للقتال، ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال فقلت يا رسول الله والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني أخرج من غضبه بعذر، لقد أوتيت جدلا، أنا يا رسول الله شاعر مفوه صاحب حجة، والله يا رسول الله لو إني جالس عند غيرك أنت نبي أعلم أني لو كذبت لو ألفت من عندي اخترعت أعذار الله سيطلعك على الحقيقة، أنا لو جلست عند غيرك من الناس لا علمت أني أخرج من غضبه بعذر، أبدبر كلام وأسلوب أخليه ما يغضب عليه وأطلع من الموضوع، لكني أعلم أني إن كذبت عليك فسوف يطلعك الله على حالي. يا رسول الله والله ما كان لي من عذر يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، والله يا رسول الله ما كنت قط أحسن حالا ولا أوجد للمال ولا أوجد للمتاع مني في مثل هذا الحال، يا رسول الله والله يا رسول الله ليس لي من عذر يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدقكم، يعني كل اللي قبله ترى كذبوا اخترعوا أعذار، هذا الرجل صدقكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم قم حتى يقضي الله فيك. أنا بالنسبة لي ما أقدر أقول لك أني عفوت عنك أو سامحتك، لأن كان واجب الخروج على الجميع، أنت خالفت، قم حتى يقضي الله فيك. قال رضي الله تعالى عنه فخرجت وجعلت أمشي واجتمع علي بعض قومي يقولون لي يا كعب قد اعتذر الناس، أما استطعت أن تجمع عذرا تعتذر به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر لك فيغفر الله لك؟ يا أخي كل الناس ألفوا كلام ودبروا نفسهم، ما تقدر تعمل مثلهم. يقول فلم يزالوا يلومونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي، هممت أني أرجع وأقول يا رسول الله ترى تذكرت عذر، ترى عندي عذر لكن أنا نسيت أذكرها لك، حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. لكني سألتهم قلت هل لقي هذا الحال أحد مثلي؟ قالوا نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع كلاهما قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. يقول فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرا، شهدا معركة بدر، فقلت والله إن لي فيهما أسوة، والله ما أرجع وأكذب، أنا صدقت الآن أرجع وأكذب عشان أطلع من غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم مدحني وقال أما هذا فقد صدقكم، أرجع أكذب
لا والله. يقول كعب: ثم مضيت إلى بيتي، فلما مضت أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا، فأخذت أمشي في السوق فلا يكلمني أحد، أسلم على الناس فلا يردون علي، الكل هجره، حتى زوجته ما تكلمه في البيت، أولاده ما يكلمونه. يقول: وجعلت أدخل المسجد فأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم أكبر وأصرف بصري أنظر إليه لأنظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. يقول: وتنكرت لي المدينة، فوالله ما هي بالمدينة التي أعرف، والله ما هي بالجدران التي أعرف، ما هم بالناس الذين أعرف. كعب يا جماعة كان هو رجل أصلا اجتماعي، الناس يعرفونه ويجالسونه ويضاحكونه ويمازحونه، وفجأة ممنوع أحد يتكلم معي، حتى زوجتي في البيت، حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنا آتي وأنشده من أشعاري وأتحدث معه ما يتكلم، حتى رد السلام ما يسمعني إياه. يقول: فمضت أيام، فلما أتممنا شهرا والناس لا يتكلمون معنا حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت، وإذا برسول يأتي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرق علي الباب. قال: فلما فتحت له الباب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق امرأتك. قلت: أفارق امرأتي؟ قال: نعم. قلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا أدري، لكن يقول فارقها. ثم خرج، ممنوع الكلام، ذهب. يقول: فقلت لها: الحقي بأهلك حتى يقضي الله شيئا، ما في طلاق، لكن روحي اجلسي عند أهلك، خليني لوحدي في البيت حتى يقضي الله شيئا. يقول: فأما صاحباي مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فجلسا في بيوتهما يبكيان، وأقبلت زوجة هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إنه رجل كبير في السن، أفتأذن لي أن أبقى عنده في البيت لأخدمه؟ يعني يحتاج واحد معه في البيت، لا يمكن هذا يعيش لوحده، رجل يعني ما يستطيع أن يبقى وحده، أتأذن لي أن أبقى عنده؟ فقال: نعم، لكن لا يقربنك. قالت: والله يا رسول الله ما كان منه إلي شيء منذ هجره الناس، والله من يوم حصل اللي حصل والله ما يلتفت إلي، إنه ليبكي الليل والنهار. يقول كعب: فكنت أشب القوم، وكنت أخرج في المدينة أسير، وأما صاحباي ففي بيوتهما يبكيان. فبينما أنا أسير في طريق من طرق المدينة يوما، وإذا برجل قد أقبل من قبل الشام، وإذا هو يصيح: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فأشار له الناس إلي، فأقبل إلي. هذا رجل أقبل من عند ملك غسان، والغساسنة هم عرب من النصارى كانوا يسكنون الشام، ولا يزال إلى اليوم منهم بقايا يسكنون فيها. يقول: وإذا رجل من ملك غسان يأتي لي، قال: أنت كعب بن مالك؟ قلت: نعم. يعني هذا أول واحد يكلمه من أكثر من شهر. قال: فدفع إلي صحيفة ففتحتها، وإذا هي من ملك غسان، من ملك الغساسنة، مرسل إلى كعب بن مالك، وإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، صاحبك محمد صلى الله عليه وسلم جفاك، يعني غاضبك وخلاص صار ما يجالسك ولا يتكلم معك. بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا نواسيك، نجعلك مجالسا لنا، ونجعل لك بيتا عامرا، ونجلس معك الشعراء والعظماء، الحق بنا نواسك.
يقول رضي الله تعالى عنه. طبعا هذه يا جماعة بالمناسبة هي فرصة لكعب أن يعني يلفت نظر المسلمين إليه. كان ممكن يقول كعب بن مالك شفتوا يا مسلمين، شوفوا يا رسول الله ترى جايني رسالة من ملك غسان يدعوني إليه، ها ترى إذا أنتم ما صالحتوني ما سامحتوني ترى أنا ممكن أذهب إليه. كعب بن مالك رضي الله عنه يعلم أن علاقته بالله جل وعلا وأن حبه لله ثم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عميق لا يمكن أن يفسده أحد، وبالتالي أي إغراء يأتيه لا يمكن أن يتنازل. يعني بعض المسلمين اليوم مع الأسف ربما يحصل بينه وبين بعض المسلمين مشكلة، يعني واحد من المسلمين في الخارج يحصل بينه وبين المركز الإسلامي مشكلة فيصبح خلاص يترك الصلاة وربما تعاون مع غير المسلمين عليهم. هذا لا يجوز. أنت علاقتك برب العالمين ليس علاقتك بهؤلاء. بعض المسلمين اليوم ربما يحصل له موقف في المسجد أو مع إمام المسجد ثم يقول خلاص والله ما أدخل المسجد. طيب أنت علاقتك برب المسجد، بمن بني المسجد لأجله جل وعلا، بمن يتعبد له في المسجد، ليس علاقتك بهذا الإمام. فكعب بن مالك رضي الله عنه قلبه موصول بالسماء بالله جل وعلا، وقلبه ممتلئ بحب الله ثم بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي إغراء هؤلاء ما يمشي معه. يقول كعب فلما نظرت في الصحيفة وإذا ملك غسان يقول لي الحق بنا نواسك، قال فقلت في نفسي هذا أيضا من البلاء، والله أنا عايش في ابتلاء من أكثر من شهر وهذا ابتلاء آخر. قال فتيممت بها التنور فسجرتها. التنور هو الذي يطبخ فيه الخبز، يخبز فيه الخبز. يقول ذهبت بها إلى التنور، النار مشتعلة، وألقيت الصحيفة تحترق حتى ما تحدثني نفسي. كل يوم أبدأ أنظر وأشاور نفسي وأقرأها من جديد. خلاص الوسيلة التي ممكن للشيطان أن يضغط علي بها لأجل أن يخرجني من ديني أو يجعلني عدوا للمسلمين أنا أحرق هذه الوسيلة، أنا أسد هذا الباب. هذا يا جماعة ترى تعامل رائع مع النفس عندما تخشى من تسلط الشيطان. يعني واحد مثلا كلما جلس أمام التلفاز، يعني عنده قنوات فرضا مركب قمر صناعي يعني يأتي له بالقنوات التي فيها خلاعة وفجور وعري ونحو ذلك، فكل مرة يستغفر الله ويغير. طيب أنت اقطع سد الباب، القمر هذا اللي فيه مثل هذه الأمور غيره، افصله، احذف هذه القنوات حتى لو احتجتها من جديد تبدأ تبحث عنها وتبحث عن تردداتها وتبدأ تسوي بحث. خلاص أغلق الباب الذي يدخل عليك منه الشيطان. واحد مثلا فرضا عنده هاتف أو فتاة عندها رقم يتصل بها بعض من يغازلها ولها بهم علاقة وأرادت أن تتوب، مباشرة غيري هذا الرقم، أحرقي شريحتها اكسريها انتهي، حتى ما تحدثك نفسك يوم من الأيام تركبينها فتبدأ تصل إليك رسائلهم وغير. أي باب يأتي إليك الشيطان من خلاله أغلقه. هنا كعب بن مالك رضي الله عنه صحيفة من ملك غسان يقول بلغنا أن صاحبك قد جفاك الحق بنا نواسك، على طول أخذ الصحيفة وأحرقها. أنا أسد الباب اللي الشيطان ممكن يدخل عليه من خلاله. ثم استمر كعب في المدينة، الناس ما يتكلمون معه، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ثم يبدأ ينظر في شفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل حرك شفتيه برد السلام ولا لا. ضاقت عليه الأرض بما رحبت. يقول كعب فخرجت من بيتي يوما وذهبت إلى هناك إلى بيت أبي قتادة رضي الله عنه، طرقت عليه الباب فسمع صوتي فلم يفتح لي وهو ابن عمي. قال فجعلت أنظر إلى الجدار ثم تسورت الجدار عليه على حائط على بستانه، ونظرت وإذا أبو قتادة في بستانه ابن عمي. قلت له السلام عليك يا أبا قتادة. قال فنظر إلي فما رد علي السلام. ممنوع أن يتكلم أحد معنا. قلت يا أبا قتادة أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فما رد علي.
قلت يا أبا قتادة أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال الله ورسوله أعلم، ما أدري. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نتكلم معك، الله ورسوله أعلم. قال فبكيت، ثم نزلت وذهبت إلى بيتي، وكنت كما وصف الله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يعني ضاقت عليه كل الأرض. يقول فلما أتممنا 50 ليلة وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، فأنزل الله تعالى عليه الآيات التي فيها الثناء على المؤمنين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وأثنى الله جل وعلا عليهم، وذكر الله تعالى مغفرته لهم الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. ثم قال جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات وأم سلمة تستمع، فابتهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو يحب أصحابه، وجعل يقول هذا توبة الله تعالى على كعب بن مالك وعلى صاحبيه. في نصف الليل قالت أم سلمة يا رسول الله أفلا أخرج فأخبر الناس؟ ما أطلع أبشر أعلم الناس؟ قال لا تخبريهم فلا تناموا ليلتكم. والله لو تخبريهم أن تنقلب المدينة اليوم يصحون كلهم في نصف الليل، خلي الناس نايمين. حتى إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه، وكان بعض الصحابة بعيد الدار عن المسجد، والمدينة كان فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها قباء، وكان فيها بيوت بعيدة عن هذا وهذا فيصلون في بيوتهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه، ثم التفت إليهم فرحا مستبشرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشربا بحمرة، كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة من قمر. فكان الصحابة إذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ذلك في وجهه وعلموا أنه فرحان، كان يستنير وجهه عليه الصلاة والسلام حتى كأنه قطعة من قمر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم التفت إلى أصحابه وهو فرح وقرأ عليهم الآيات. طيب الآن من يفوز ويبشر كعب بن مالك ويبشر صاحبيه؟ فانطلق الناس ليبشروهم. يقول كعب بن مالك فكان أسرعهم رجلان، رجل ركب فرسا وجاء يضرب الفرس يريد يصل إلى بيتي، ورجل آخر رقى على جبل والتفت إلى جهة بيتي وقال يا كعب بن مالك أبشر أبشر. يقول وكنت قد صليت الفجر على سطح بيت من بيوتنا. شوفوا يا جماعة، الصحابة مهما حصل لهم من الابتلاء، مهما هجرهم الناس، بل هجرهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمه، إلا أن ارتباطه بالدين لا يزال قويا، ارتباطه بالإسلام. هذه قلوب ذاقت حلاوة الإيمان تثبت عليه مهما أصابها من البلاء. يقول كنت قد صليت الفجر، قام يصلي الفجر من غير ما أحد يقول له صليت ما صليت، لا زوجة ولا أولاد ولا جيران يكلمونه ولا أحد يراقبه إلا الله، ومع ذلك قام يصلي الفجر. كنت قد صليت الفجر فوق بيت من بيوت، سطح بيت من بيوتنا، وإذا ذاك الرجل على ذلك الجبل يصيح يا كعب بن مالك أبشر أبشر.
قال فسمعت صوته فخررت ساجدا لله وعلمت أنها توبة الله علي. قال ثم جاءني هذا الذي على الفرس إلى بيتي وجعل يصيح يا كعب بن مالك، وأقبل إلي ذلك الرجل يجري الذي بشرني. قال فكان الذي بشرني هو الذي أخبرني قبل صاحبه. قال فلم يكن عندي شيء أهديه له، يعني بمناسبة بشارته لي ما كان عندي شيء أعطيه بشارة. وهذا موجود اليوم عند الناس، تجد أنك إذا بشرته قلت يا أخي أبشرك ترى مثلا ابنك شفي من مرضه، لفرحته بذلك يكافئك، يعطيك بشارة. فيقول فما كان عندي شيء. قال فخلعت ثوبين وأهديتهما له، أخلع رداءه وقال تفضل هدية، وخلع إزاره وبقي عليه السراويل وقال تفضل هدية. طيب هو الآن بيطلع للنبي صلى الله عليه وسلم يطلع بهذا الحال. قال واستعرت ثوبين ولبستهما ومضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو جالس بين أصحابه. قال فلما دخلت عليه التفت إلي وجهه مستنير وقال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت يا رسول الله أمن عندك أم من عند الله؟ يعني هو وحي قرآن نزل من عند الله يخصني، أم هي وحي من الله أخبرك أن تقول لي إنه قد تاب علي؟ يعني نزل فيني قرآن؟ قال بل من عند الله. قلت الله أكبر. قال ثم جلست بين يديه وتلا علي الآيات، ثم قلت يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أتصدق بكل مالي، الفلوس اللي عندي، المال اللي عندي، إن كان عندي مزرعة، إن كان عندي غنم، إن كان عندي أن أتصدق بكل مالي. فقال صلى الله عليه وسلم لا. قلت بنصفه؟ قال لا. قلت بثلثه، بربعه. ثم قلت يا رسول الله والله ما أنجاني إلا الصدق، لأن الله تعالى في الآيات ذم المنافقين، ذم الذين كذبوا. قلت يا رسول الله والله ما أنجاني إلا الصدق، وإن من توبتي